مع المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد سكرنو وتحكي موقف غريب. قالت إيناس الدغيدي إنها شافت واحد بيشوف الفنجان وقال لي إنك هتقابلي واحد اسمه أحمد وهيدخل حياتك وهيبقى موجود لآخر يوم في عمرك. إيناس الدغيدي تكشف لأول مرة كواليس تعرفها على زوجها. عرفنا بعض ازاي؟ قصة لذيذة وجت بالصدفة وقدر. أنا بقول قدر. يعني هقول لك حاجة. طبعا الحكاية أنا قابلت واحد بيشوف الفنجان. قال لي هتقابلي واحد اسمه، قال لي مين أحمد؟ فقلت له ما عنديش أحمد، ليا أخ اسمه أحمد. قال لي لا في حد مش بيشوف الفنجان، هو بيطلع دلوقتي اسمه ألان، بيطلع على التلفزيون. قال لي لا في واحد اسمه أحمد عمرك ما شفتيه، ده جاي وهيدخل حياتك وهيبقى موجود في حياتك لاخر يوم في عمرك. قال لك ده امتى؟ قال لي قبل ما المهم حصل خلاص، انا ما صدقتش. كلام عادي، كلام عادي. فوجئت ان صديق مشترك بينا جه من استراليا بيقول لي انا كنت قاعده مع راجل لطيف جدا وعاقل ومحترم وبقول له انت مين في الفن بيعجبك؟ فقال له انا اللي بتعجبني جدا ايناس الدغيدي. ممكن اقول اسم الصديق؟ هو يقول احسن. من الصديق؟ يعني انا ما استاذنتش منه ان انا اقول له. طيب هو يعني فنان صديقنا فخلاص هو محترم جدا ولولا ان هو صديق محترم جدا ما كنتش انا من ارقى الشخصيات اللي انا قابلته. طب ايه اللي خلاك تقول الجملتين دول؟ صدفه بحته. يعني هم كان جايين شويه اعمال في سيدني، فطلب ان هم يقابلوا بعض رجال الاعمال.